معاكم دكتور محمد محروس. العالم كله واحنا بنعاني من مشاكل في الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة توفير عملة أجنبية للشراء ده. عاوزك تركز معايا في اللي جاي لأنه مهم جدا. توليد الكهرباء التقليدي بيعتمد بشكل كبير على 90% من الوقود الأحفوري زي الوقود السائل والغاز الطبيعي. فقلت لازم نفكر في حل المشكلة دي بشكل عملي. هنناقش مفهوم استبدال ده بإشعال نار أسفل صهاريج مياه مالحة لتوليد البخار اللي منه هنولد كهرباء، وبكده نقلل الأثر البيئي ونستفيد من مصادر متجددة. توليد الكهرباء بتسخين صهاريج مياه البحر وتحويلها لبخار، واستخدام البخار الناتج لتدوير توربينات بخارية تدور مولدات كهرباء لإنتاج الكهرباء. وبعد مرور البخار في التوربينات بيتم تبريده وتكثيفه ويرجع لحالته السائلة مية عذبة نقية 200%، لا في أمراض ولا في ريحة ولا في لون، مية مقطرة. المزايا إن إحنا بنقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويبقى في استدامة بيئية وتحلية للمية، سواء مية بحر أو مية صرف أو مية جوفية مالحة، وممكن نستخدم ده لإنتاج مية شرب نظيفة. كمان هنحفز الاستثمار ونشجعه في مشاريع الطاقة المتجددة. حضرتك هتسألني ليه كل الغلبة دي؟ هقول لحضراتكم إن عندنا مخلفات قابلة للحريق الزراعية منها 30 مليون طن سنويا، والصناعية 6 مليون طن، والمنزلية 12 مليون طن، ومخلفات الصرف الصحي المتحجرة 1.5 مليون طن. يعني إجمالي المخلفات القابلة للاشتعال في مصر حوالي 50 مليون طن سنويا، اللي ممكن تطلع حمل حراري 800 مليار ميجا جول سنويا، واللي بحسبة بسيطة ممكن تولد كهرباء من توليد بالبخار ل70 مليار كيلو وات ساعة سنوي. مصر بتستهلك 150 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء سنوي، غير انها بحساب اقل تكلفة لتوليد الكهرباء بالمولدات بالغاز الطبيعي المصري اللي بيستهلك 32 مليار متر مكعب سنوي، يعني اكتر من 225 مليار جنيه، غير التكلفة السنوية اللي مصر بتصرفها عشان نتخلص من المخلفات دي اللي هي حوالي 15 مليار جنيه. طيب المخلفات بتلعب بأنواعها دور مهم في البيئة والطاقة في مصر، ومن خلال تحليل كميات المخلفات كلها لقينا انها بتمثل مصدر كبير للطاقة القابلة للاشتعال، واللي ممكن نحولها ببساطة لتوربينات بخارية هتغطي احتياجات مصر من الكهرباء لكمية تقرب جدا من نص احتياجاتنا، غير توفير تكلفة التخلص منها اللي هي 15 مليار جنيه، ونرحم نفسنا من البحث عن العملات الصعبة، غير اننا نقدر نقلل سعر الكهرباء جدا على الناس والمصانع اللي بالتالي هتقلل سعر المنتجات. عشان كده ضروري جدا نعزز برامج إدارة المخلفات ونحولها لطاقة بطرق مستديمة. الاستثمار في تقنيات التحويل الحيوي والحراري وتعزيز الوعي البيئي، ونشجع القطاع الخاص، فقط القطاع الخاص ان هو اللي يعمل المشروعات دي، على خاصة ان تكلفة التوربينات مش فظيعة وتشغيلها غير مكلف بالمرة لان وقودها مجاني، غير انه هيساهم في تقليل التكاليف وتعزيز الاستدامة. بالطريقة دي ممكن لمصر الاستفادة من مواردها المتاحة وتحقيق تقدم لمستقبل اكتر نظافة. ربنا يجعل مصر تستخدم كل مواردها، حتى المخلفات بتاعت مصر ثروة ممكن تحل مشاكل. مصر كلها ثروات. في ناس كتير من أصدقائي لاموا عليا على سلسلة مصر تساعد مصر، وبيقولوا إني بضيع مجهودي ووقتي ومحدش هيعمل حاجة. أنا عايز أقول لهم إني بنور شمعة في الطريق، أو بشيل حجرة من طريق مصر، أو بظهر ثروة لمصر. يمكن بعد وقت حد يستخدم أي فكرة من دي وهكون فخور جدا بده، ونفسي كلها نعمل ده. وصدقوني
مصر هتعدي المحنة دي بإيدينا. امنوا بيها وامنوا بقدراتكم، وتأكدوا ان مصر هتساعد مصر.